كنا نحتفل بهذا اليوم في 25 يناير الماضي، ونظرا لوجودكم في اجازه فنتكلم النهارده عن عيد الشرطه. عيد الشرطه يا جماعه من افضل الاعياد القوميه التي تمر بها مصرنا الحبيب. اولا، لماذا الاحتفال كل عام بعيد الشرطه في هذا اليوم 25 يناير؟ اولا، الشرطه بين الماضي والحاضر، دي كلمتنا اليوم. اولا، الشرطه لها دور كبير في حربنا، حرب اكتوبر 1973، عندما كان الجيش مشغولا في حربنا ضد العدو الاسرائيلي وحمايه جبهتنا الخارجيه مع العدو الاسرائيلي. كانت شرطتنا الباسله العيون الزاهره تحمي الجبهه الداخليه في مصرنا الحبيبه. يبقى اولا دور الشرطه في حمايه جبهتنا الداخليه وهي العيون الزاهره. سوف نفتح كتاب تاريخنا العظيم تاريخ مصر واحدثكم عن قصه او حكايه لماذا الاحتفال بهذا اليوم 25 يناير من كل عام. اولا هي ذكرى عطره، ويجب بعد ما اقول كلمتي هنقضي احداث على ارواح الشهداء في عيد الشرطه. في 25 يناير عام 1952 اعزائي الطلبه والطالبات كان هناك الاحتلال البريطاني على مصر، وعندما دخل محافظه الاسماعيليه في قسم شرطه الاسماعيليه محاولا الاستيلاء على قسم شرطه الاسماعيليه محافظه الاسماعيليه، رفض رئيس القسم ورجال الشرطه في اقتحام مركز الشرطه وعدم تسليم الاسلحه، بالرغم من قوه الاحتلال البريطاني وكثره العساكر البريطانيه المحيطه بمركز شرطه محافظه الاسماعيليه. قام قائد الاحتلال البريطاني بتفويض شخص بتسليم اسلحه الشرطه الخاصه بمركز الشرطه، رفض، وهذا من بساله الجندي او الشرطه المصريه. رفضوا تسليم اسلحتين مضحين بارواحهم فداء لهذا المحافظه، وهذا يعتبر رمز كثيرا لازم نحتفل به. بالرغم من قوات الاحتلال البريطاني قوة عظمى في ذلك الوقت مستخدمة أفضل الأسلحة في ذلك الوقت، رفض تسليم أسلحته. يبقى الشرطة المصرية رفضت تسليم الأسلحة للاحتلال البريطاني وتسليم محافظة الإسماعيلية إلى الاحتلال البريطاني عام 1952. يبقى الذكرى دي يا أولاد لازم تكون عندك معلومة لها، وهي ذكرى احتلال محافظة الإسماعيلية، وضربوا مثالا للشرطة الباسلة الشرطة المصرية. يبقى الذكرى يجب أن تعرف لماذا الاحتفال يوم 25 يناير بمناسبة عدم تسليم الشرطة المصرية الباسلة لمحافظة الإسماعيلية لقوات الاحتلال البريطاني. يبقى دي الذكرى ولازم تكون عندك معلومة عنها. دي ضرب مثال لقيم هامة في حياتنا، وهي قيم الحب والانتماء والتضحية. يبقى كلمتنا الشرطة رمز الحب، حب الوطن، الانتماء لهذا الوطن، التضحية من أجل هذا الوطن. يبقى يا أولاد خلاصة كلمتنا إن الشرطة المصرية حب، انتماء، تضحية. حب الوطن، الانتماء لهذا الوطن، التضحية من أجل مصرنا الحبيب. يبقى بعد عرفنا قصة الشرطة المصرية واحتفالها 25 يناير، يجب أن نقف به كحداد على أرواح شهداء الشرطة. شكرا. رحب الله شهداء الوطن الشرطة المصرية وحمى مصر بكل الانتماء. شكرا لحضرتك. قبل ما نقف
هنعزف النشيد الوطني تقديرا لأرواح شهداء الشرطة.